انت عارف ان في القصه الاصليه لعلاء الدين، علاء الدين كان شخصيه فاشله وقذره لدرجه ان هو يوم زفاف الاميره خطفها وقضى الليل معاها غصبا عنها، وكان بيروح حمام الستات البلدي عشان يتجسس عليهم، وما كانش عنده جن واحد بيحقق له الامنيات ولكنه كان عنده اتنين. قصة علاء الدين اللي احنا شفناها في فيلم ديزني مستوحاة من كتاب ألف ليلة وليلة، اللي هو عبارة عن مجموعة قصص زي السندباد وعلي بابا، ومنهم طبعا الأشهر قصة علاء الدين والمصباح السحري، ولكن القصة الأصلية ما كانتش تنفع للأطفال، فعشان كده ديزني لما جت تعملها فيلم عدلت حاجات كتيرة جدا في الأحداث. فأنا هفكرك بالفيلم الأول سريعا وبعدين هحكي لك القصة الأصلية الموجودة في كتاب ألف ليلة وليلة. الفيلم بيتكلم عن علاء الدين اللي هو شاب فقير، وكمان اتولد لقى نفسه يتيم، كان متشرد عايش في الشوارع وشغال نشال، وما كانش ليه صحاب غير القرد بتاعه اللي اسمه عبود، كان عايش في مدينه اغربه اللي بيحكمها ملك طيب، وما كانش عنده غير بنت واحده اسمها ياسمين جميله جدا، وكان نفسه ان هو يجوزها عشان يطمن عليها قبل ما يموت. ولكن ياسمين بعد خناقه معاه بتهرب بره القصر وبتبتدي انها تتجول في الشوارع والاسواق بين الناس، وهناك بتقابل علاء الدين وبقوا اصحاب، ولكن الحراس بيقبضوا عليه. ولما هي بتسال جعفر اللي هو مستشار بتاع ابوها واللي بالمناسبه هو الشرير بتاع الفيلم، بيقول لها ان هم اعدموه، ولكن الحقيقه ان هو لسه عايش. وجعفر بيستعمل السحر بتاعه عشان يتحول لراجل شكله كبير في السن، وبيروح يقنعه انه هيوديه الكنز، وهو مش محتاج من الكنز دوت غير بس المصباح الموجود هناك. وطبعا جعفر بعد ما دخل علاء الدين الكهف بيسيبه هناك عشان يلاقي مصيره، ولكن علاء الدين بيستعمل المصباح اللي بيطلع له منه جن بيحقق 3 امنيات وبيخرج بره الكهف، وكمان طلب منه ان هو يحوله للامير علي اللي كان بيمتلك ثروات وخدم وغيره، وكل ده عشان بس يتقدم لخطبه الاميره. في البدايه الاميره ما بتكونش موافقه على الموضوع، ولكن بعد ما بتقعد معاه شويه بتبتدي انها تحبه وبتنجذب ليه. خد بالك ان هي دلوقتي مفكره ان ده الامير علي مش علاء الدين اللي هي معتقده ان هو خلاص اتعدم. جعفر بيقدر ان هو يسرق منه المصباح وبيتحول بعدها لاقوى ساحر، وبيستعمل سحره عشان يكشف ان الامير علي هو نفسه علاء الدين. ولما بنكون خلاص فقدنا الامل بيقدر علاء الدين ان هو يضحك عليه ويحبسه بقى جوه مصباح،